بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. قبل اي حاجه خلونا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورنا. نقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم المنيسي. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بيك، مساء الورد. اهلا وسهلا، مساء الفل يا ايه؟ هيما، عامل ايه؟ والله زي الفل يا رب دايما. نقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضر. يا استاذ احمد مساء الجمال. مساء الفل ودايما متألق. ربنا يبارك لك في عمرك. عمال تجيب يعني ما شاء الله. الحمد لله ما شاء احنا الله يا ماشي معانا بالستر الحمد ما شاء لله. الله. اللهم لك الحمد والشكر. استاذ احمد عبد الباسط اهلا وسهلا بيك. مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه يا بيه؟ كله زي الفل يا رب دايما. استاذ محمود شوقي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حبيبي. اخبارك ايه؟ سعيد اللي معاكم مع الصحبه الجميله دي. ربنا يبارك فيك. استاذ خالد الاتريبي اهلا وسهلا بيك يا خلود. يا مساء الفل يا هيما. ايه الاخبار؟ الحمد لله. استاذ احمد شوقي مساء الخير. ازيك يا ابو الشوق؟ ازيك يا كابتن هيمو؟ عندي سؤال. اتفضل يا باشا. ايه اخبار موضوع الزيتي معاكم؟ مش عارف والله، ده صدفه. احنا ده كل احنا درجات فوجئنا احنا الثلاثه واحنا داخلين، انا كل درجات الزيت. هو ده اسمه زيتي صح؟ زيتي. درجات. انا إيه؟ مش عارف. درجات وهو عباس واحنا داخلين قال بس المهم ان ابراهيم ما ياخدش باله يطنش. هاخد بالي يعني. طيب قبل ما اخش معاكم في تفاصيل خلينا نروح جنوب افريقيا تحديدا. انا معايا عبر زوم كابتن خليل بن يوسف المدير الفني لفريق كايزر تشيفز. كابتن خليل اهلا وسهلا بيك. برحب بيك وسعداء بوجودك معانا عبر شاشه MBC مصر 2. اهلا وسهلا بيك. مرحبا بك، كل الشرف لي. أنا مرحبا بك، مرحبا بكل الحضور، مرحبا بكل المشاهدين البرنامج. طيب خليني في البداية أسأل حضرتك كيف ترى المواجهات التي تمت في هذه المجموعة اللي ضمت بين صفوفها كايزر تشيفز الزمالك المصري وزيسكو يونايتد، كيف تقيم ما فيها من منافسات؟ تقريبا من اللي صارت القرعة كانت كل الاستنتاجات واضحة انه اصعب مجموعة في كأس الكونفدرالية الموسم هذا هي المجموعة اللي موجودين فيها نحن والزمالك والفريق المصري البورسعيدي وفريق زيسكو. تقريبا تشوف في كل باستثناء الجولة الأولى والجولة الثانية في كل جولة فريق جديد يتصدر المجموعة. كل الترشيحات كانت تصب لثلاثة فرق، الزمالك المصري البورسعيدي وفريق كايزر تشيفز، على أنه فريقين منهم اللي هما باش يترشحوا للدوري المقبل. تقريبا للأمانة حتى فريق زيسكو يونايتد فريق ممتاز جدا، وقلقنا كثير. قلقنا في زامبيا وقلقنا زاد في لعبنا مباراة العودة في جنوب افريقيا. وبعض المشاهدين وبعض المتابعين استغربوا من النتيجة متاع الأمس، فوزوا على نادي الزمالك، لأنه المردود متاعه في مباراة الزمالك، المردود متاعه مباراة المصري البورسعيدي في زامبيا، المردود متاعه في مباراتنا ذهاب وإياب. فريق محترم جدا جدا، ويقدر يقلق أي فريق. حدود الترشح نفسها بالنسبة لنا نحن والزمالك والمصري البورسعيدي، تقريبا فريقين هم من نحن ثلاثة اللي باش يترشحوا. مهمة أسهل بالنسبة للمصري البورسعيدي على الورق، بما أنه يلعب مع فريق أوتسايدر، ما عاد عنده ما يزيد في البطولة، فريق منسحب. على الورق ستكون مباراة سهلة، لكن نتوقع أنه باش تكون مباراة صعيبة. ما بيننا نحن والزمالك مباراة فاينل. نحن نقطة تكفينا للترشح، وفريق الزمالك لازم 3 نقاط باش يترشح في الدوري المقبل. بتشوف ازاي مواجهة الزمالك باسمه وبجماهيره على استاد هيئة قناة السويس؟ تقريبا هيبقى فيه ساعة كاملة للحضور الجماهيري، كيف ترى هذا الأمر من وجهة نظرك، الحضور الجماهيري لجمهور نادي الزمالك في هذه المواجهة المنتظرة إن شاء الله؟ فريق كما فريق نادي الزمالك من الفرق الكبرى في مصر وفي افريقيا، تقريبا تلعب في القاهرة، تلعب في الاسماعيلي، تلعب في شرم الشيخ، باش يكون الجمهور موجود وبأعداد غفيرة. تقريبا جمهور اللي في كل مباراة إلا ولبى نداء الواجب، وكان ديما حاضر باش يساند الفريق نتاعو. تقريبا باش يكون اللاعب رقم 1 في المباراة، باش يعطي الدعم للاعبين. مين اكتر لعيبه لفتت نظرك خلال هذه المجموعه، خاصه والزمالك يقدم الان مجموعه كبيره من اللاعبين الشباب الصغار في السن يعتمد عليهم في هذه التجربه؟ من لفت انتباهك سواء من اللاعبين الكبار او القدامى او حتى من اللاعبين الجدد؟
باش نكون صادق معك، مباراة الأمس نتاع الزمالك اللي لعبوا فيها اللاعبين الشبان ما شاهدتهاش. إن شاء الله باش نشاهدها بكرة. اليوم تحصلت عليها، بكرة إن شاء الله نشاهد المباراة. تقريبا في النسخة السابقة، ولو أنه استغربت من الفريق من التشكيل اللي نزل به نادي الزمالك، تقريبا غياب كل المحترفين. عنديش معلومة علاش ما لعبوش. محترفين ذو قيمة عالية يقدروا يحدثوا الفارق. الفريق المصري البورسعيدي تقريبا عندهم اللاعب الجزائري ممتاز بصفة دغموم تقريبا هو اللي البارح المباراة كان ضده، هو تقريبا على اليمين على اليسار، وين يطلب الكرة كل التنشيط الهجومي كله يمر به هو، وكل ما يلمس الكرة كان يحدث الفارق ويحدث الضغط. قلقنا كثير. ايضا المهاجم رقم 9 حمدي، تقريبا مهاجم متكامل. مروان حمدي يحدق مروان حمدي يحدق اللاعب صلاح محسن اعتقد تقصد. صلاح محسن 9 في النادي المصري. رقم 9 صلاح محسن، رقم 9 المهاجم النادي المصري المرسعيدي. تقريبا يمتاز بالسرعه في الكرة في العمق، يتحرك كثير. كذلك يقدر يلعب الكرات الهوائيه، كان حاضر في كل الثنائيات تقريبا، فاز بهم الكل البارح. هذوما تقريبا 3 محترفين او 2 محترفين، معهم الجزيري تقريبا نتاع نادي الزمالك. خروج دونغا والتحاقه بفريق النجمه السعودي تقريبا. كذلك دونغا كان من اللاعبين المؤثرين في وسط الملعب. هذوما تقريبا اللاعبين اللي خلوا بصمه في المباريات الخمسه. ان شاء الله باذن الله هتوصلوا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم الطائره باش تكون يوم الاربعاء، الوصول فجر يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله توصلوا بالف سلامه، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان نشاهد مباراه قويه. من جانبنا نتمنى بكل تاكيد التوفيق لنادي الزمالك، لكن على كل الاصعده نتمنى ان نشاهد مباراه طيبه. اشكرك شكرا جزيلا، وخالص تمنياتي لك بالتوفيق. اشكرك شكرا جزيلا مدير الفني